that is cool. Oh, that is cool. وحتى مقتدى الصدر مو مرجع. اخواني اللي المعمم منكم ولا اللي يتظاهر بالدين، او ما اقول يتظاهر يعني صبغة الدين اقصد، ويتكلم ويقول المرجع. اخواني المرجع عند الشيعة له مواصفات معينة، لا يوجد عند الشيعة الا اليوم ما عندنا غير عندهم غير 3 مراجع، وهي السيستاني، بشير الباكستاني، اسحاق الفياض، ومحمد سعيد الحكيم، وكبيرهم السيستاني، ورابعهم السيستاني، 3 ورابعهم السيستاني، غيرهم ماكو مراجع. بعضهم صدر المرجع حسين المؤيد، مع احترامنا للرجل، يعني أنا أتكلم في ظاهرة جاهلة يصدرها أهل السنة لأنهم كذبوا كذبة وأرادوا لها مصداقا على الواقع، فلا بد أن يجدوا لها مصداقا، فيقولون للشعوب العربية ويدعون. أنتم لماذا تكذبون الكذبة وتظلون تنفخون بها؟ حسين المؤيد مع احترامنا له هو مرجع؟ قولوا عالم، هو مو مرجع. ما لا يعرف الشيعة مرجع اسمه حسين المؤيد، وهذا ليس تهجما على الرجل، هذا بيان لقضايا علمية وتسميات علمية. يا أيها الجمهور السني، عي ما يراد بك، صير واعي ورد على من يريد أن يخدعك، لا تخدعونا. أنتم عجزتم أن تأتوا بمراجع شيعة، فصنعتوا هذه المراجع. هي الصناعة الشيعية ما مقبولة، مو الصناعة السنية. السني يصنع مرجع، يريد يصنع مرجع يقول هذا المرجع.